قوة الانضباط. هقولك على 7 طرق يمكن يغيروا مجرى حياتك بالكامل. النجاح لا يحتاج حماس دائم، بل يحتاج انضباط، يحتاج هدوء، لكن هدوء وانضباط مستمر. الفرق بين من يعرف الطريق ومن يصل إليه هو ما يفعله كل يوم. الانضباط الذاتي هو الجسر بين الأهداف والإنجاز. كل تحسن كبير في حياتك بيبدأ بقرار صغير قد كده تلتزم بيه، حتى وانت كمان ما عندكش الرغبة لازم تلتزم بيه. هو ده الانضباط. عشان تقدر انك تتحرر من الفوضى والتشتت، اول حاجة لازم تحدد ما تريد بوضوح. عمرك ما هتقدر انك تنضبط قدام هدف ضبابي مش واضح. عشان كده اكتب اهدافك بايدك، اجعلها محددة واجعلها قابلة للقياس. اسأل نفسك دايما لماذا هذا الهدف مهم بالنسبة لي. خليك عارف ان الاهداف الواضحة بتنتج افعال واضحة. يبقى دي اول حاجة. تاني حاجة لازم تتحمل المسؤولية كاملة، لا اعذار لا تبرير. لازم تقف عن كل شوية انك تلوم الظروف. لازم تكون مسؤول عن اي قرار بتاخده في حياتك. لازم تبطل انك تشتكي، لان بكل بساطة تحمل المسؤولية هو اول خطوة للحرية. ثالث شيء، انجز الاصعب اولا. الانضباط يعني مواجهة ما نؤجله. ابدأ بالمهمة الاكثر اهمية. اوعى انك تنتظر الحالة المزاجية بتاعتك. في اي وقت اعمل الحاجة دي حتى لو كان مزاجك مش قوي النهاردة. التقدم دايما بيديك دفعة، فكل ما تعمل حاجة جديدة بتديك دفعة للحاجة اللي بعدها. افعل ما يجب أولا ثم افعل ما تحب. يعني اعمل الأول اللي عليك وبعد كده اعمل اللي انت عايزه، اللي انت حبه. رابع حاجة، تحكم في وقتك. خليك عارف ان الوقت غير قابل للتجديد. عشان كده خطط لليوم بتاعك قبل بدايته أصلا. لازم تقول لأ للحاجات اللي هي مش بتخدم أهدافك. استثمر دايما الساعات الذهبية اللي انت فيها بتبقى رايق، بتبقى مزاجك حلو وتقدر انك تنتج فيها. احترامك للوقت هو احترامك للحياة. طيب، 5 حاجة، طور من عاداتك اليومية. حياتك هي انعكاس لعاداتك. عادة واحدة صغيرة قد كده كافية انك تبدأ بيها. الثبات اهم من الشدة. لازم تراقب نفسك بوعي لا بقسوة، لان النجاح ده عادة قبل ما يكون انجاز. 6 حاجة عايز أقولك، تحكم في مشاعرك. الانضباط لا يعني غياب المشاعر بل عدم الخضوع ليها. لا تتخذ قرارات وانت زعلان وانت متضايق. لازم تتعلم انك تأجل المتعة، تأجل الترفيه. انك مش في اي وقت لازم اطلع اغير جو ارفه عن نفسي. لا، اول حاجة فكر في واجباتك. أجل المتعة لبعدين في وقت مناسب اكتر. فدي مهمة جدا. في حاجة حلوة جدا بتقول من يسيطر على نفسه يسيطر على مستقبله. 7 حاجة والأخيرة، لازم تصبر حتى النهاية. النتائج دايما بتحب الصابرين. اوعى انك تبطل تعافر على هدفك في اول عقبة، في اول مشكلة، في اول خلاف. حاول انك تستمر حتى لو انت ماشي ببطء جدا. لازم تستمر. النجاح دايما بيحب النفس الطويل. عشان كده بيقولك الاستمرارية بتهزم الموهبة. هقولك على خطوات عملية تقدر انك تطبقها في حياتك هتساعدك جدا على الانضباط. اول حاجة، حدد هدف واحد في اليوم. اي مهمة صعبة انجزها اولا. لازم تمارس عادة جديدة كل يوم. اسأل نفسك كل يوم قبل ما تنام، راجع تفاصيل يومك واسأل نفسك، هل انا تصرفت اليوم بانضباط؟ هل انا عملت كل حاجة بانضباط بالتزام؟ التزمت بالحاجات دي فعلا ولا قصرت؟ اسأل نفسك السؤال ده كل يوم قبل ما تنام. راجع تفاصيل يومك كلها واسأل نفسك السؤال ده. صدقني حياتك هتتغير بنسبة 1,000,000%. بعد أسابيع هتحس بثقة أعلى، إنتاجية أفضل، حياة أكثر انتظام. لأن الانضباط لا يغير يومك لكن بيغير هويتك. الخلاصة أنا عايز أقولك إن الانضباط ليس خنقة ولا ضيق، بل هو قوة صامتة تصنع النجاح دون ضجيج. عشان كده غير عاداتك يتغير مسار حياتك.